الجزائر تتهم المغني الشاب خالد بالتجسس لصالح المغرب. كشف موقع جزائري معارض يوم السبت 19 أكتوبر عن اشتباه محكمة جزائرية في تورط المغني الشاب خالد في قضية تجسس لصالح المغرب. الصحفي عبد سمار وعبر موقع الجيري بار قال إن المحكمة العسكرية في مدينة البليدة أبلغت محامي المغني يوم الجمعة 18 أكتوبر عن ذكر الشاب خالد في قضية تجسس ضد الجزائر لصالح دولة معادية. ويتهم صاحب أغنية عايشة بالتواطؤ في أعمال التجسس مع الأخوين بناصر توفيق وبعلام بناصر أبناء الجنرال الراحل العربي بناصر بدعوى نقل معلومات حساسة ومصنفة سري للغاية في الجزائر إلى السلطات المغربية. هذا وجرى توريط الشاب خالد في القضية بعد العثور على صوره رفقة المتهمين في قضية التجسس.